يلا بارت 2 للحاجات اللي انا خلصتها في جولاي وقال لك هنعمله في جزء واحد. ده الشامبو بتاع شيا بادي بوتيك، هو حلو جدا لو انتي بتحبي كده تغسلي شعرك مثلا كتير وعايزه حاجه مش هارش ومش فيها كيميكالز كتير، انصح بيه للاطفال اكتر من الكبار. ده الديتانجلينج كونديشنر من بلانكي، حلو جدا جدا وحلو الفك التشابك لشعر الاطفال والكبار كمان، اكيد هكرره تاني. ده ماسك الشعر بالارجان من افريكانا ان بي سي، حلو جدا وبيرطب الشعر كويس جدا وممتاز لو انت عندك روتين كيرلي. الكونديشنر ده بتاع كليو، اكيد طبعا كلكم شفتوه، من احلى الكونديشنرز بصراحه اللي انا بستخدمها. انا بحب البراند دي وبحب البرودكتس بتاعتها. افضل شامبو للقشره طبعا بدون اي كلام، بس للاسف غالي جدا. اكيد احب ان انا اكرره لان بصراحه البوتل بتقعد معايا فتره طويله وفعلا it does the job، فاكيد هكرره. الهير ماسك ده من انيفا جين، حلو جدا جدا وبيرطب الشعر كويس جدا، من احلى البرودكتس، اكيد احب ان انا اكرره. كريم الشعر من سترونجفيل، حلو جدا، من احلى الكريمات هتلاقوه على نون، من انضف الكريمات بتاعه الشعر اللي موجوده في الصيدليه، انصحكم بيه. الحمد لله خلصنا من منتجات الشعر. خلصت برضو الغسول ده اللي لسه منزله عنه الريفيو، لو ما شفتيش الريفيو روحي شوفيه، اكيد احب ان انا اكرره تاني. مقشر الجسم والوجه اللي انا كلمتكم عنه كتير جدا، فانيش بي اف بي، تحفه تحفه، احب ان انا اكرره تاني، مع المداومه بيفتح المناطق الحساسه.